اهلا يا اصحابي. النهاردة جبت لكم حدوتة جميلة ولطيفة اسمها الحجر الغريب. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في ديناصور اسمه دينو. دينو كان قاعد طول النهار قدام كهفه عمال يلعب مع اصحابه. وهو بيلعب مع اصحابه شاف حاجة غريبة قوي. شاف حجر صغير شكله غريب، عمره ما شاف حجر زيه في حياته كلها. فاستغرب وفضل يسأل أصحابه ايه الحجر ده، بس محدش كان عارف الحجر ده عبارة عن ايه. وطبعا ده لأن كل أصحابه صغيرين زيه وما عندهمش خبرات في الحياة، فمش عارفين الحجر ده بتاع ايه ولا شافوه قبل كده. دينو فضل يسأل نفسه يا ترى الحجر ده بتاع ايه، يا ترى هل هو عبارة عن صخرة بركانية ولا ده جزء من الزينة للحديقة. انا مش عارف يا ترى ده ممكن يكون ايه. الحجر ده ممكن يكون هل هو حاجة قيمة ماما وبابا يفرحوا بيها، ولا هو ممكن يكون حاجة ملهاش لازمة. انا لازم اعرف لانه ممكن يكون اكتشاف عظيم وماما وبابا هيفرحوا بيا قوي ويكونوا فخورين بيا، وكل الديناصورات يقولوا ان دينو شاطر ومكتشف عظيم، اني لقيت حجر قيم. يبقى انا لازم اعرف الحجر ده عبارة عن ايه. دينو راح جري على بابا ومامته. ليه؟ لان طبعا احنا اي حاجة ما نعرفهاش او اي حاجة نكتشفها لازم احنا بنرجع لماما وبابا. فراح سأل بابا يا بابا ايه الحجر ده، يا ماما بصي شفتي انا جبت ايه، بصي انا لقيت ايه. راحت مامته ضحكت كده وقالت له انت لقيت الحجر ده فين يا دينو؟ قال لها انا لقيته بره قدام الكهف. انا عايزه اعرف يا ماما الحجر ده عبارة عن ايه، قوليلي الحجر ده هل هو حاجة غالية قوي ولا لأ. ماما ردت عليه وقالت له يا دينو يا حبيبي لازم تصبر شوية، اصبر شوية وهتعرف الحجر ده عبارة عن ايه. انا مش عايزاك تستعجل عليه، لكن الحجر ده هيبقى فيه مفاجأة كبيرة قوي وحلوة ليك، فانت اصبر وما تودهوش في حتة واحتفظ بيه وخليه، وانت هتكتشف ان هو اعظم من اي اكتشاف ممكن تلاقيه في حياتك، اعظم من الالماس، من الاحجار الكريمة. لا هو مش حجر بركاني ولا حجر ولا اي حجر، هو حاجة اعظم من كده بكتير قوي يا دينو. بس ما تجيش جنبه، خليه كده، احنا كنا محتفظين بيه علشان سبب ما، فانت قريب هتعرف ايه السبب ده. دينو قال لماما ماشي يا ماما انا هحتفظ بيه وهشيله في حتة امان، لانه واضح ان هو حاجة مهمة قوي وجميلة زي ما انت بتقولي، وانا هقعد ادعي ربنا ان هي تطلع حاجة انا بحبها. دينو شال الحجر في الغرفة بتاعته وفعلا احتفظ بيه وشاله في حتة في امان، وكل شوية كان يبص عليه بيشوفوا ايه اللي هيحصل فيه، ايه التغير اللي ماما قالت ان هو ممكن يحصل للحجر ده. وفي يوم من الايام ودينو قاعد بيلعب في الاوضه بتاعته بيبص لقى الحجر بيتحرك. هو اتخض جدا وجري جري على مامته وقال لها الحقيني الحجر بيتحرك، انا مش عارف هو ماله، هو هينفجر يا ماما ولا ايه. راحت ماما قالت له ما تخافش يا دينو يا حبيبي، هو مش هينفجر ولا حاجه، استنى بس عشان اللحظه دي جميله قوي، روح نادي بابا. دينو اول ما راح قال لبابا راح بابا جري جري كلهم اجتمعوا في الاوضه ومستنيين الحجر وهو بيتحرك بيشوفوا ايه اللي هيحصل فيه. طبعا بابا وماما عارفين ايه اللي هيحصل فيه، لكن دينو عشان صغير هو لسه مش عارف. الحجر فجأة فقس وطلع منه ديناصور صغير. طبعا ده معناه ان الحجر ما طلعش حجر، لا دي طلعت بيضة ديناصورات صغيرة، بس دينو ما كانش يعرفها
ولا عمره شافها قبل كده، عشان كده أول ما شافها ما تعرفش عليها. والبيضة بدأ يطلع منها راس صغيرة وإيد والرجل، والديناصور بدأ يطلع منها كل أجزائه. دينو باصص له وهو مصدوم وفرحان قوي، بيقول لها ايه ده يا ماما؟ يعني بجد بجد انا هيبقى عندي اخ تاني صغير؟ انا زهقت عشان انا كنت بلعب لوحدي لما بيكونش اصحابي معايا، كنت بضطر ان انا العب لوحدي في قدام الكهف، لكن دلوقتي خلاص هيبقى عندي اخ صغير العب معاه في اي وقت انا عايزه، وهلاقيه على طول معايا. انا مبسوط قوي، انا فرحان خالص يا ماما. طبعا الام والاب كانوا فرحانين جدا بفرحة دينو وبفرحة الديناصور الصغير. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سؤال الحدوتة النهاردة لأصحابي الحلوين الشاطرين، يا ترى الحجر كان عبارة عن ايه؟ ودينو لقى ايه جوه الحجر ده؟ اللي يعرف الإجابة يكتبها في الكومنتات. ولو عجبتكم حدوتة النهاردة ما تنسيش تدوسوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناة. أشوفكم على خير.